تعالوا بينا بقى النهارده نعمل الكايزر في البيت. انتوا عارفين سعر كيس الكايزر النهارده بقى عامل كام، وطبعا داخلين على مدارس فلازم بقى نوفر ونعمله في البيت، وهنعمله بعجينه اقتصاديه جدا وناجحه جدا جدا، وهنعمله كمان من غير ولا سمنه ولا زبده ولا لبن ولا بيض. ومش معنى ان العجينه اقتصاديه هتطلع وحشه، بجد العجينه حلوه جدا وهشه جدا وطريه جدا جدا. واوعدك بقى لو جربتي الطريقه دي مش هتبطلي تعمليه في البيت. ويلا بينا بقى على طول نشوف الطريقه والمقادير مع بعض، بس ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واول حاجه معانا كيلو من الدقيق المنخول، هنحط عليه ربع معلقه صغيره من الملح ونقلبهم بقى كويس. وبعد كده بقى نحطهم على جنب ونحضر بقى المواد السائله. هنجيب بقى بوله ونحط فيها مؤقتا كوبايتين من الميه الدافيه، ونحط عليهم باكوين من الخميره، وكمان 4 معالق من السكر، وكيس من اللبن البودر. لو مش موجود مفيش اي مشكله خالص، تقدري تستغني عنه. هضيف عليهم كمان معلقتين من الدقيق بتاعنا واقلبهم بقى كويس، وغطيهم واسيبهم دقيقتين 3 علشان اتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله ولا لا. شايفين بقى الفقاقيع اللي عملتها دي، وكمان عليت كمان شويه، معنى كده بقى ان الخميره بتاعتنا تمام. نكمل بقى بقيه المقادير. هنحط بقى عليهم نص كوبايه من الزيت ونسيب منهم معلقه كبيره هنبقى نحتاجها في الاخر، وكمان معلقتين كبار من الخل، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. ونقلب بقى كل الحاجات دي كلها مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنجيب الدقيق اللي احنا حاطين عليه ربع معلقه صغيره من الملح ونحطه عليهم، والعجينه هنا لسه طبعا محتاجه سوائل تاني، فنحط عليها 3/4 كوبايه من الميه الدافيه، وهنشوف بعد كده نكون هنحتاج نحط تاني ولا لا. ونبدأ بقى نعجن بايدينا. ومعلش بقى العجينة دي بتحتاج عجن مننا شوية علشان احنا عايزين يبقى ليها عرق، فهنستمر بقى في العجن فيها من 10 ل 15 دقيقة. شايفين العجينة قد ايه بقت ناعمة وطرية وفيها تلزيقة بسيطة في الايد، احنا عايزينها توصل لكده. وادي ربع كوبايه الميه اللي فضلت، يعني العجينه اخدت معانا 3 كوبايات الى ربع من الميه الدافيه. وطبعا انت حطي الميه بتاعتك شويه بشويه لان كل دقيق بيختلف عن التاني. وفي الوقت ده بقى هنحط معلقه الزيت اللي كنا شايلينها ونرجع بقى نعجنها مره تانية. هتحس كده ان العجينه قطعت معاكي، ما تقلقيش خالص ولا تزودي دقيق بقى ولا اي حاجه، افضلي بس اعجني فيها لغايه ما تبقى معاكي عجينه ناعمه وطريه وهشه جدا جدا. وبس كده تمام قوي. نمسحها بقى بمسحه خفيفه من الزيت ونغطيها بقى بالبلاستيك راب ونسيبها بقى تخمر لمده نص ساعه، لو في الصيف لو في الشتاء مش اقل من ساعه. وده بقى شكل العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت. شايفين ما شاء الله حاجه كده ناعمه وخفيفه وطريه وحاجه كده من الاخر. نبدا بقى نشيل البلاستيك راب من عليها ونطلع بقى الهواء منها. هنبدا بقى ننقل العجينه على الرخامه، ونقسمها نصين علشان نبدأ نقطعها.
وحجم التقطيع بتاعنا هيكون حجمها اكبر من البيضة شوية. ممكن تقطعيها اكبر من كده وممكن تقطعيها كمان اصغر من كده، مفيش اي مشكلة. وبعدين ناخد قطعة قطعة ونكورها بالشكل ده. وبعد ما خلاص كورناهم كلهم بالشكل ده، دلوقتي بقى هنغطيهم ونسيبهم بس 3 دقايق على ما نحضر الصينيه بتاعتنا والحشوه اللي هنحشيها. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وندهنها بدهنه بسيطه باي ماده دهنيه، ونجيب بقى اول كرة كورناها ونفردها كده بايدينا فردة صغيرة، والعجينة حلوة قوي بتتفرد معانا بسهولة. وبعدين نحط فيها الحشوة بتاعتنا، اي حشوة انت بتحبيها. انا هنا حشيتها بجبنة فيتا. وبعدين هرجع اكورها مرة تانية، ونأكد هنا على القفلة كويس جدا علشان ما تتفتحش مننا في التخمير او هي حتى في الفرن. ونعمل بقى مع بعض واحدة تانية. هنجيب العجينة بتاعتنا ونفردها فردة صغيرة بايدينا، وبعد كده هنجيب الحشوة ونحطها فيها، وبعدين نرجع نكورها مرة تانية ونأكد على القفلة كويس جدا. وفايدة الحركة دي ان احنا بنكورها بعدين نرجع نفردها بعدين نرجع نكورها مرة تانية، ان احنا كده بنربي لها لب من جوه وما تبقاش فاضية. وبعد ما خلصنا تشكيل كل الصاج بتاعنا هنغطيه بقى بفوطة ونسيبه يخمر للمرة التانية لمدة 10 دقايق على بس ما نشكل بقية العجينة اللي موجودة معانا. وعلى بقى ما خلصت تشكيل بقية العجينة كان الصاج الاولاني خمر بالشكل ده، هندهنه بقى ببيضة كاملة ونحط عليها باكو من الفانيليا. وخلي بالك بقى وانتي بتدهنيه دهنيه بالراحه جدا جدا علشان ما تضيعيش التخمير اللي احنا خمرناه. لو مش عايزه تدهنيه بالبيض حطي معلقتين لبن ودهني بيهم، ولو مش عايزه برضو تحطي لبن حطي شويه ميه صغيرين ودهنيهم. احنا هنا بندهنه علشان لما نحط عليه السمسم يمسك فيه، وكمان علشان يدينا لون حلو في الاخر. هندخله بقى فرن سخن نكون مسخنينه قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة عالية. هنحطه على الشبكة وهنقيد من تحت بس، هياخد معاكي من 10 ل 15 دقيقة مع المتابعة طبعا ولف الصاج بتاعنا علشان كله ياخد لون موحد. طلعته بقى من الفرن على طول بقى وهو لسه سخن كده، برشه ببخاخة ميه وبعد كده بغطيه باكياس بلاستيك وبعد كده بفوطه، وهسيبهم بالظبط 3 دقايق تحت الاكياس والفوطه. وبعد كده بشيلهم عشان الكايزر بتاعي ما يعرقش كده ويبقى مندي بالميه من تحت. الحركه دي بتخلي الكايزر بتاعنا طري جدا بشكل رهيب، هو او اي معجنات تانية. شايفين بقى الجمال ده؟ حلو جدا جدا وريحته كانت قلب المكان كله. وبكده نكون عملنا بشوية دقيق وخميرة عملنا احلى عيش كايزر. عيش بجد طعمه حلو جدا عن اللي بنشتريه من بره، مخدوم ومضمون ومعمول في البيت بنظافة احسن 1000 مرة من اللي بنشتريه من بره. وطريقة عمايله وتشكيله سهلة جدا واقتصادي، والنتيجة زي ما انتم شايفين كده اكتر من روعة.
بصوا بقى قد ايه هش من جوه، عامل زي القطن بالظبط، هش وخفيف جدا وطري جدا جدا. بدل بقى ما نشتريه من بره بالغالي، هيكون موجود عندنا على طول في البيت. ولو عملتي منه كميه كبيره عبيه في اكياس تلاجة وشيليه في الفريزر، ووقت ما تكوني عايزاه طلعيه وسخنيه، وهتلاقيه حرفيا اكنك لسه خبزاه. وبس كده، وبكده نكون خلاص خلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديوهات جايه كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.